نبدأ بذكر الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جيت من بره قالوا لي يلا بينا، قلت لهم على فين؟ قالوا لي حضري العشاء يا تيتا. يا بنات نقلع نغير نظبط؟ قال لك لا يلا العشاء على طول، مش لسه هنستنى يا تيتا، يلا بينا. هعمل لهم عشاء بسيط كده وسهل وبسيط، وتعالوا معايا كده شوفوا العشاء الحلو ده. يلا 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 كده، ايه حاجات بسيطة وسهلة، يلا بينا. حبايبي دخلت لهم على الكيك اهو. بصوا حبايبي، عملت كيكه الاول كده بس عشان تلحق تتحط في الفرن وتبرد قبل ما احضر العشاء. بدات ب3 كوبايات دقيق، تنخليهم كده حلو قوي مع الشيف كيك. روح نخلهم حلو، كل ما بتنخلي في الدقيق بيبقى احسن للكيك يعني، بس انا بدخله بصراحه مره واحده تطلع جميله وحلوه وبالتناس زي ما بيقولوا. بصوا حبايبي، بوريكم الحاجه اللي انا عملتها دي، هي زبديه بلدي، والبيض اللي انا بحطه دول 4، يعني انا ما عنديش بيض احمر بصراحه، فمش يعني مش هقول لا بقى، فقلت يلا احنا مستعجلين، فعملت 4 بيضات بيض بلدي. اما لو بيض احمر بتحطي 3، تضربيهم كويس جدا في الخلاط يعملوا فوم كده ويبيضوا. تبتدي تحطي بقى الكوبايه ونص السكر، بتنزلي اول كوبايه والنص بعدين بعد ما تضربي برده شويه. كل ما بتضربي في الكيكه بتبقى خفيفه وهشه وجميله. بس كده، وابتديت انا دلوقتي احط، بصي اللي انا انخل الدقيق والخلاط اهو شغال جنبي، بس ندخلي كده حلو قوي كده بس. كنا جعانين. كانوا جعانين، كانوا هياكلوني ساعتها. الله. بصوا حبايبي، السمنه دي كنت لسه مسيحاها، فسمنه بصراحه بلدي على سمنه كريستال. بيديله وش لبن. بيبقى عندي كده مكونات كتير، ابتدي احط على 2 كيلو سمنه بلدي واروح جايه موطيه عليهم، يتقلبوا بقى كلهم ريحه بصوا وطعم وحاجه رهيبه جدا. فدول بيطلبوا كيكه كل شويه، مسمياهم انا يعني، عندي مره مسميها مروه كيك، والبنات يبقوا اعملي كيكه يا تيتا، عشان تعملي بقى وتوفري حالك وكده. فالحاجه اللي بتجيبيها بالجمله او بالكتيره بتقعد معاكي وقت بصراحه، تلاقي نفسك سهله وبسيطه. بصوا حبايبي، هي ال3 كوبايات دي دول بياخدوا مج لبن بس انا دلوقتي كده سيحت حته سمنه صغيره كده اللي انا هبطن الصينيه، وطبعا التبطين ده كلنا عارفينه. شويه دقيق كده ابتديت اهي، اهو بعمل بس على الطروف وكده. في ناس بتحط سمنه وتقلب الكيكه على طول وبرده مش هتطلع وحشه، بس انا من الافضل ان انا ببطنها. تيتا كيكة بقى المفروض على فكرة. تيتا كيكه. ليه؟ تيتا بتعمل احلى كيكة كبيرة. والله ده انا بص عاملاها بتكه اخيره كده، بس اتفرجوا لاخر الفيديو كده وشوفوا التكه الاخيره ايه، لو ما كنتوش تجربوها وتقولوا ايه رايكم بقى، هتستفادوا كتير. لا روعه روعه روعه، مش واو 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 بس. واو. بصوا حبايبي، كوبايه اللبن دي اهي كده اهي على جنب اهي، هبتدي احط كده. بص التقيل بقى عشان هو ايه بقى، الزبادي مع السمنه مع، انا نسيت احط زيت، بس ال3 معالق سمنه انا حطيتهم هرميين، استكفيت بيهم بصراحه. بصوا يا حبايبي، الحركه اللي انا حطيت فيها المج اللبن دي في قلب الشفشق الخلاط عشان ياخد لي كل الحاجه اللي في الكيكه، اللي انا بدل ما اقعد انزلها بمعلقه والكلام ده كله، يبقى انا كده كلها استفدت الحاجات. الصوص اللي بيقولوا عليه دوت في الخلاط كده هيضايقني وفي النزول، اللبن كله بيجيبه اهو. بصوا، وابتدي بقى انزل باللبن كده وتقليب على ناحيه واحده، واوريكم بصوا اللي هي لسه تقيله اهي بقى، ببتدي اهو. بصوا، بعدين كل ما بتقلبيش في الكيكه ياما كل ما تطلع خفيفه وجميله، واللبن لما يبقى دافي بيبقى افيد واحلى وبيخليها ناعمه وجميلة. ونقطه خل صغيره وذره ملح صغننه، الحاجات دي بتخلي الكيكه برضه يعني محسن طب ليها. انا عملت قبل كده كيكة وحطيت خل وملح، وفي باين الاخر فيها طلعت وحشة. عشان كترتي. وكانت معلقة. لا معلقه ايه، ملح معلقة كبيرة خل. خل. لا انا بحط اقل من المعلقه، وفي التلاتة دي يعني اعتبر صينيه كبيره، ممكن يكون انت الحاجه اللي عندك صغننه اللي عاملاها كوبايتين دي او كوبايه ونص على خل ياما بيبان. هو الخل مش بكتر. بصوا بقى الباكو اللي انا بوريه لكم دول، انا خليت اكلتها لهم غصب. استني يا بنتي يا سوسو، الله. استني بس احكي لهم الحته دي بس عشان ما تفوتنيش. بصوا حبايبي، عندي باكو نسكافيه ما سبتهوش في حاله، طب ده هينفع مين؟ مش هينفع حد. اخدت بقى حبه كيكه من اللي هم ما صبتهمش دول، وقلبت عليهم باكو نسكافيه. بصوا بقى اداني بقى ايه طعم الكيكه كده، لا احلى طبعا بصراحه. كانك بصي فعلا بتشربي نسكافيه. بصي اللون طعمه واو. اللون ايه الاوفوات الغامق ده الحلو ده. بصوا لون النسكافيه. لون النسكافيه نفسه. بصوا حبايبي اهي كده بشويه كيكه بقى، حطي على الوش واو. لا تحفه، الله اكبر عليها، كانت جميله ما شاء الله اعملي كيكه يعني. كلها بالنسكافيه والله كانت هتبقى حلوه ان شاء الله.
لو كذا باكو حطي يعني، بس ما تكتريش عشان ما تمررش. هي برضو بتبقى عبارة عن ايه كده، زيها زي الكاكاو كده، حبات صغيرة. تحفة. لا جميلة، اختراع بقى. اي حاجة عندك متحاوليش بصي. تحطي قهوة بدل لا القهوة، النسكافيه؟ القهوة انا بحط ممكن نسكافيهات اللي هي اللي هي 2 في 1 والحاجات دي. نسكافيه بس كلاسيك. النسكافيه كلاسيك ده اللي ادى طعم رهيب. جربوا وانتوا هتدعوا لي ان شاء الله باذن الله، ويا رب فيديوهاتي تعجبكم. متنسوش يا حبايبي الاشتراك، ها؟ بص. كلكم مش مشتركين اساسا، لا عيب. اشتركوا، لا يا حبايبي انا اشتركوا عارفة كل واحد لا هم فيكم. اشتركوا بالمحبة وبالحب، وان شاء الله كده كل اللي بيحط لايك ويحط الاشتراك ربنا يسعد او ايه انا عارفة ايامه كل بكل واحد خير. فيكم. يا حبيبتي والله ان شاء الله باذن الله هيتفرجوا على فيديوهاتي وهيحبوني وهيبتدوا يعملوا احلى لايك لاحلى تيتا واشتراك. واشتراك وفعلوا الجرس. وايه تاني يا ساره، دخلت لهم على البسطرمه، العيال دول جايين عليا بخساره، بس بصراحه كلهم قلبي 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 قلبي. حبيبتي حبيبتي حبيبتي. حبيبتي 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 عم بخ. لا هم بيحبوني بمعنى الكلمه بصراحه. ولا لوجي صغيره دي بقى يا تيتا، يا تيتا دي بقى الاحلى لوجي دي، نورت البيت بصراحه. ما شاء الله عليها جميله وخدومه وتحبنا بقلب، تروح الحضانه وتيجي يا تيتا يا تيتا بالحد بالدنيا وما فيها. بصوا حبايبي جبت ب50 جنيه بسطرمه، ما استخسرتش اهو. بصوا وعملت نصها كده او اقل من نصها شويه، وقطعت قرن فلفل كده بارد سنه او حامي سنه على حسب ما انتي تحبي، وشوحي كل دول مع بعض مع حته السمنه الحلوه. وانزلي بقى بكام، ما استخسرتش. عملت ايه، 4 بيضات. اه. عملت ال4 بيضات دول عشان كان في جبنه وفي كده وفي كيكه، فكفايه عليهم كده. خليكي اقتصاديه في كل حاجتك، هتلاقي نفسك كده مرتبه في بيتك. عليهم كده. روحوا بقى. لا انتي ما تشتري حاجتك. طب هي بيضحكوا عليا اللي انا جبت شكاره ملح، هتعملي بيها ايه يا تيتا؟ قلت لهم طب ما انا وفرت فيها 10 جنيه في 5 اكياس ملح، يبقى كده في توفير. انا كل شويه اقعد اجيب 10 جنيه، يا اما املح حاجه يا اما اطبخ يا اما اعمل يا اما اغسل الحاجه. طب ما انا اجيب الشكاره ب30 بكام، ب20 فيها 30، يبقى انا وفرت 10 جنيه. فاعملوا زيي بس، هتلاقوا نفسكم كل حاجه عندكم في بيتكم كل حاجه. وعندنا بمواضي في المنشيه بنجيب البهارات واطحنها في البيت وبتبقى احلى بهارات. وما تطحني بهاراتك، اوعي تطحنيها كلها. دي معلومه حلوه جدا وهتعجبكم بصراحه. اطحني نصها، لو انت جايبه كتير اطحني ربعها او نصها واستعملي فيها، والتاني حطيه في التلاجة. ودايما لما تحطي في البرطمان بتاعك ما تحطيش كل اللي انت طحنتيه، بتحطي النص والنص بتشيليه. النص التاني اول ما تبتدي تحطيه اللي انت تستعمليه تبتدي تطحني تاني، او تعرفي اللي انت قرب يخلص من عندك تشتري. عمر ما البهارات ما بتخلص من عندي من خلال كده بصراحه. ليه مش بطحن واحطه كده وفجاه اقول ايه ده خلصت؟ لا، انا بطحن نص الحاجه واستعملها، والنص التاني عند ما باجي اسحب نصه مطحون ونصه شايله مطحون برضو، في سبيل اول ما اخلص النص ابتدي احط في البرطمان النص الاخير، ابتدي اروح اشتري. اول اي حد رايح المنشيه عشان اوفر مواصلات طبعا، ما دي شطاره برضو، اقول لهم هاتولي وهاتولي 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 وانا منزلش. اما انا لو نزلت بجيب برضو زي ليهم كلهم. فكلنا بنعمله كده، اللي رايح اهو بيسد عن التاني بيجيب حاجه الناس كلها وكده. ولا عيب ولا حرام، تقدري توفري وتدبري وتظبطي ما هو البيت عايز يعمل. التوت. صح يا سوسو؟ تحفة يا تيتا. عشان تتعلمي من تيتا حبيبتك. سوسو دي من مصغرها وهي بصوا تقولي الكفاز يا تيتا عشان تشويلي الكفته معاها وهي صغيره. الجوانتيات والحاجات دي. بصوا حبايبي، حطيت الجبنه وحطيت البسطرمه وقطعت لهم خيار وفلفل واتعشوا كده حبايبي مع كوبايه شاي بلبن مع حته كيكه، وكفايه عليكم بقى. عايزين ايه تاني؟ شكرين يا تيتا. اتشكروني يا قلبي، بالهنا والشفا يا رب، وحبه العيش الحلوين ده. بس كده، وعشاء جميل وبسيط. واوعوا تنسوا اللايك والشير والاشتراك، امانه عليكم. كبروني كده، ربنا يكبركم دنيا واخره يا رب في الخير. حبايب قلبي يا رب اشوفكم على خير، واوريكم الكيكه برضو بعد ما تطلع. برضو انا مش همشي واسيبكم كده لا. واللي متنسوش بقى، بصوا اهم حاجه ايه، الاشتراك والقلب والحاجات دي كلها كده. فعلوا اي حاجه تشوفوها، فعلوا اي حاجة تشوفوها، اللي قدامكم اعملوه. لا ده. ورب يسعد اي حد يحط لي لايك ويفرح قلبه بكل اوبا يتمناه بقى، يا اوبا رب. اوبا 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 بقى، اوبا. اوبا بقى، الله الله الله. بص يا حبايبي، في حاجه احنا عملناها في الكيكه دي انا مش بعملها في كل كيكه تانية. في ناس بيقولوا، وطبعا كل الشيفات بيقولك سخني الفرن بعدين حطي الكيكه. دي معلومه بالنسبه لي انا مش حباها.
بتعلي لي الكيكه مره واحده وتسيب قلبها طري، واضطر ان انا اوطي عشان خاطر ان انا اسوي الكيكه. لا انا بولع الفرن عندي ما باجي اسيبها. بص يا حبايبي، وانا في طريقه انا بعملها بعد ما اخلص الكيكه بتاعتي اولع الفرن واحطها على طول، فبتطلع ناجحه وجميله. اللي بيقول لي ولعي الفرن حطي الكيكه بتاعتك دي، بتعلى جدا وبتحمر زي ما انتم شايفين كده، وقلبها يبقى ني، ولازم تعملي لها الاختبار. انا عمري ما بعمل لها اختبار بالطريقه بتاعتي، اما بطريقتهم بتعلى ويبقى قلبها من جوه ني، فبتضطري توطي النار عليها وتسيبيها تاني 10 دقايق. في اللحظه دي بتحمر ازيد. لا ده انتي ايه، خليها تعلى مع بعضيها كده مع الفرن مع السوا، بتبقى روعه وجميله. والمعلومه دي انا بالنسبه لي حابه اكتر. وبس كده، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.